قلعت ملابسها بالكامل وكانت مكسوفة جدا جدا، بس قالت ما اقدرش ارفض طلب لرشدي أباظة، ده مثلي الأعلى وأكيد أكيد عايز مصلحتي وبيتمنى الخير ليا. بس بعد كده ندمت وقالت أدفع ملايين وكل ثروتي بس يشيلوا المشهد ده من حياتي ومحدش يشوفني وأنا عريانة كده. إيه حكاية فيلم ميرفت أمين الممنوع من العرض؟ وإزاي الفيلم ده ضرها؟ وإيه علاقة رشدي أباظة باللي حصل؟ وإزاي وافقت إنها تستسلم ليه بالشكل ده؟ تفاصيل كتير هنكشفها، وكمان هنقول لكم على حكاية أفلام تانية ممنوعة من العرض لميرفت أمين وفعلا اتجوزت فيها كل الخطوط الحمراء. الحكاية بدأت في شهر مايو سنة 1972 لما اتعرض على ميرفت أمين فيلم اسمه أعظم طفل في العالم، وطبعا اتحمست جدا لما عرفت إن رشدي أباظة هو البطل لأنها كانت بتموت فيه وبتحبه جدا جدا. بس الصدمة بقى لما بدأت تقرأ السيناريو، ووقتها لقت مشاهد إغراء كتير جدا. مش بس كده، ده كان مطلوب منها تلبس قمصان نوم وبكيني طول الوقت وبتعمل حركات غريبة وعجيبة عشان تبان كأنها بنت مثيرة وجريئة. ميرفت أمين طالعة في الفيلم بدور بنت أجنبية بتحاول تغري راجل مصري عشان يقع في حبها ويتجوزها وتقدر تخلف منه، وللأسف بتنجح خطتها ومش بيقدر يقاوم اللي بتعمله فيه عشان توقعه في حبها. الصدمة بقى لما اكتشفت ميرفت بعد ما بدأ التصوير إن في مشهد لازم تظهر فيه عريانة تماما بدون أي ملابس. طبعا في الأول رفضت وقالت مستحيل أقلع هدومي، لحد ما جالها رشدي أباظة ومسك إيديها وقال لها أنا هفضي ليك الاستوديو ومفيش أي حد هيكون موجود ولا واحد هيبص عليكي أصلا. بصراحة ميرفت وافقت وما قدرتش ترفض الطلب ده لرشدي أباظة، وفعلا صورت المشهد، بس حصل اللي ما كانش على البال. طبعا الفيلم اتمنع من العرض وتعرضت ميرفت لهجوم صعب جدا جدا، بس الغريب ان كان فيه اقبال عليه غريب اول لما نزل على شرايط فيديو. وطبعا مع مرور السنين اكتشفت ميرفت ان اللي عملته ده كارثة حقيقية وانها ما كانش ينفع تظهر عريانة، وقالت لو رجع بيا الزمن لورا مش هصور المشهد ده. ميرفت رجعت تاني واتجوزت كل الخطوط الحمراء سنة 1975، لكن المرة دي مع الفنان أحمد رمزي، وقدمت مشاهد صعبة جدا كلها إغراء أو ممكن نصنفها مشاهد جنسية، لدرجة إن المسؤولين وقتها بجهاز الرقابة اتخضوا لما شافوا فيلم جنون الشباب، وكل المسؤولين اتفقوا على منع عرض الفيلم في السينمات. وطبعا ميرفت وأحمد رمزي اتصدموا من القرار، وبعد 8 سنين قررت الشركة المنتجة حذف كل المشاهد المثيرة والجنسية، ووقتها بس الرقابة وافقت إنها تعرض الفيلم بدون أي مشاكل. في النهاية بقى قولولنا إيه أكتر فيلم بتحب تشوفه لميرفت أمين؟